الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اليوم أيها الأحبة الكرام وجدت درة من درر هذا الزمان، ورجل بلغ من العمر عتية ولكنه يحفظ عن القبائل ما لا يحفظه غيره. هذا الرجل اسمه عبد الرحمن الشاعر ودقيامة، وهو من قرية ودقيامة بولاية الجزيرة. الآن وجدته في مرح، وهذا الرجل يحفظ أنساب جميع القبائل السودانية ويعرف كيف يربطها بعضها لبعض. واليوم أريد أن أسأله عن الكواهلة وعن صلة الكواهلة بسيدنا الزبير بن العوام، وكيف ينتسبون إلى سيدنا الزبير بن العوام. بل الأعجب من ذلك، من خلال حديثي معه أثبت لي بأن الكواهلة أشراف ينتسبون إلى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها. حتى لا أكون حاجز بينكم وبينه، فليتفضل ماجورا الشيخ عبد الرحمن الشاعر ودقيامة يحدثنا عن صلة الكواهلة مع سيدنا الزبير بن العوام. ونقول للكواهلة عليكم بالاجتماع مع هذا الرجل الدرة، فإنه يحفظ عنكم ما لا نحفظه نحن. لذلك هذا الرجل يحفظ كثيرا من الأنساب، وبالأخص الكواهلة، لأنه كاهلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. وليتفضل الشيخ عبد الرحمن الشاعر ودقيامة يحدثنا عن صلة الكواهلة بسيدنا الزبير بن العوام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الكواهلة قبيلة عربية كبيرة جدا تنسب إلى الجد عبد الله الزبير بن العوام. الزبير بن العوام والدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير الزوج السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، جاء منها ولد عبد الله في الهجرة إلى المدينة. عبد الله تزوج بنت الإمام الحسين السيدة سكينة جابت عامر ده قالوا يعني ولد من بطن أمه شايب. الشيب ده عند العرب كهل، والكهل رجل كبير سموه كاهل. الكواهل ينسبوا إلى عامر بن عبد الله بن الزبير. كده يا شيخ عبد الرحمن، بس ركز لنا عن كلمة كاهل دي، يعني جات كيف؟ جدنا كاهل ده سموه كاهل ليش؟ بس كرر لنا المثال ثاني الحتة دي عشان نفهم. كاهل قالوا ولد من بطن أمه بشيب، يعني فيه شيب في راسه، عشان كده سموه كاهل. أول يوم مرقوه فيه الكاهل ده، الناس لقبوه بكاهل، لكن هو اسمه الأصلي عامر ولد عبد الله بن الزبير. فهمتوا يا جماعة؟ وأمه السيدة نعم السكينة بنت الإمام الحسين ابن علي أبي طالب رضي الله عنه. قال كاهل ده أصلا اسمه عامر، اسمه عامر، لكن عندما وضع وبه شيب. وزمان العرب الزول لما يلدوا عنده شيب بيسموه كاهل، ده سموه كاهل. إذا جد الكواهلة اسمه يا مولانا عبد الرحمن عامر بن عبد الله بن الزبير. أمه مني السكينة بنت الإمام الحسين. أيوة، دي علاقتنا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا الحسين من هنا الكاهل ده جاب 16 ولد وتفرع ونشروا قبل الكاهلي. أيوة، يعني كاهل الكبير جاب 16 ولد أيوة. وتفرعت كده. ممكن تذكر لنا منهم؟ والله ما بستحضرهم هسه في زمان زي، لكن زمان لما ذاكرت كان أقل من كده بقدر أفصلهم. دي علاقتهم مع سيدنا الزبير بن العوام. معناهم بينتسبون للسيدة سكينة بنت الإمام الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا الحسين أمه السيدة فاطمة زهراء. إذن الكواهلة أشراف. نعم. جزاك الله عن إسلام خير الجزاء على هذه الدرة وعلى هذه الوقفة الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مرة أخرى. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.